عارف ان في اكل كتير احنا كبشر بنحبه جدا، لكن ممكن يكون خطر جدا على الحيوانات اللي عندنا في البيت. من اخطر الحاجات دي الشوكولاته. كتير من الناس فاكره ان الشوكولاته خطر بس على الكلاب، لكن الحقيقه ان القطط كمان ممكن تتسمم منها بشكل خطير جدا. وفي الفيديو ده هنتكلم بالتفصيل عن تسمم القطط بالشوكولاته، وليه الموضوع ده خطير، وايه الاعراض اللي ممكن تظهر على قطتك لو اكلت شوكولاته، وايه اللي المفروض تعمله فورا لو حصل الموقف ده. خلينا نفهم الاول ليه الشوكولاته اصلا بتبقى سامه للقطط. الشوكولاته فيها ماده اسمها السايبرومين. الماده دي موجوده في الكاكاو. جسم الانسان يقدر يتعامل مع الماده دي ويكسرها بسرعه نسبيا، لكن جسم القطط والكلاب مش بيقدر يتخلص منها بسهوله، وده بيخلي الماده دي تفضل فتره اطول في جسم الحيوان، وده اللي بيسبب التسمم. لما القطة تاكل شوكولاتة، مادة السايبرامين بتأثر على الجهاز العصبي وعلى القلب. ممكن تخلي ضربات القلب تزيد جدا، وممكن تسبب نشاط زائد، رعشة في الجسم، وفي بعض الحالات ممكن توصل لتشنجات أو مشاكل خطيرة جدا لو الكمية كانت كبيرة. مش كل انواع الشوكولاته لها نفس الخطوره، يعني مثلا الشوكولاته الداكنه بتكون اخطر بكتير من الشوكولاته اللي بالحليب. السبب ان الشوكولاته الداكنه بيبقى فيها نسبه كاكاو اعلى، وبالتالي نسبه السايبرومين فيها اعلى. شوكولاته الطبخ كمان بتبقى خطيره جدا لانها مركزه جدا، اما الشوكولاته بالحليب فهي اقل خطر شويه، لكنها ما زالت مش امنه خالص للقطط. حتى الشوكولاته البيضاء رغم ان نسبه الكاكاو فيها قليله جدا، لكنها برضو مش حاجه المفروض القطه تاكلها. الطريف في الموضوع ان القطط اصلا ما بتحسش بطعم السكر زي البشر. القطط ما عندهاش مستقبلات التذوق واللي بتخليها تحس بالحلاوه، يعني غالبا القطه مش بتنجذب للشوكولاته بسبب طعمها، لكن ممكن تاكلها بسبب ريحتها او بسبب الفضول او لانها مخلوطه بالحليب او الدهون. المشكلة ان حتى كمية صغيرة من الشوكولاتة ممكن تسبب مشكلة كبيرة للقطط، خصوصا لو القطة وزنها صغير. القطط عادة وزنها بيبقى حوالي 4 او 5 كيلو، فبالتالي جسمها صغير، واي مادة سامة بتأثر عليها بسرعة اكبر. عشان كده مفيش حاجة اسمها كمية امنة من الشوكولاتة للقطط. لو قطة اكلت شوكولاتة، الاعراض ممكن تبدأ تظهر بعد حوالي 6 ساعات لحد 12 ساعة تقريبا. اول حاجة ممكن تلاحظها هي القيء. ممكن القطة تبدأ ترجع، وبعد كده ممكن يحصل اسهال. بعض القطط بيظهر عليها نشاط زائد جدا، تلاقيها مش قادرة تهدى او تتحرك بشكل غريب. كمان ممكن تلاحظ ان ضربات قلب القطة بقت سريعة جدا، او ان جسمها فيه رعشة. في الحالات الاكثر خطورة ممكن يحصل تشنجات او ارتفاع في درجة حرارة الجسم، او صعوبة في التنفس. ولو التسمم كان شديد وما اتعالجش بسرعة، ممكن الحالة للاسف توصل لمضاعفات خطيرة جدا. لو شكيت ان قطتك اكلت شوكولاته، اهم حاجه انك ما تستناش الاعراض تظهر، لازم تتصرف بسرعه. حاول تعرف القطه اكلت قد ايه وايه نوع الشوكولاته اللي اكلته. لو عندك علبه الشوكولاته احتفظ بيها، لان الطبيب البيطري ممكن يحتاج يعرف المكونات او نسبه الكاكاو فيه. بعد كده اتصل فورا بطبيب بيطري او خد القطه لاقرب عياده بيطريه. كل ما التدخل يحصل بدري، كل ما فرص ان القطه تتعافى بتكون اكبر بكتير. في العياده الطبيب ممكن يعطي القطه ادويه تساعدها انها ترجع الشوكولاته اللي في معدتها. لو الموضوع لسه في بدايته، ممكن كمان يستخدم الفحم الطبي اللي بيساعد على امتصاص السموم داخل الجسم. في بعض الحالات الطبيب ممكن يعطي القطة سوائل عن طريق الوريد عشان يساعد الجسم يتخلص من السموم بشكل أسرع. وكمان ممكن يراقب ضربات القلب ويتأكد إن كل حاجة مستقرة، ولو حصلت تشنجات بيتم التعامل معاها بأدوية متخصصة. في أخطاء كتير بيعملها أصحاب القطط في المواقف دي. أول خطأ إنهم بيستنوا يشوفوا الأعراض هتظهر ولا لأ. المشكلة إن التسمم ممكن يكون بدأ بالفعل حتى لو الأعراض لسه ما ظهرتش. الخطأ التاني إن بعض الناس بتحاول تعالج القطة في البيت بطرق عشوائية من الإنترنت، وده ممكن يكون خطر جدا. في ناس كمان بتعتقد ان القطة اكلت حتة صغيرة ومش هيحصل حاجة، لكن الحقيقة ان حتى القطعة الصغيرة ممكن تسبب مشكلة حسب نوع الشوكولاتة ووزن القطة. عشان كده الوقاية دايما اسرع بكتير من العلاج. حاول دايما تخلي الشوكولاتة والحلويات بعيد عن متناول قطتك. ما تسيبش الشوكولاتة على الترابيزة او الاماكن اللي القطة ممكن توصل لها. ولو عندك اطفال في البيت، حاول تشرح لهم ان القطط ما ينفعش تاكل الشوكولاتة حتى لو شكلها بيضحك او القطة قربت منه. كمان خلي بالك في المناسبات والاعياد، لان في الاوقات دي الشوكولاتة بتبقى موجودة بكثرة في البيت، وسهل ان قطعة تقع على الارض والقطة تلاقيها. وبرضه مهم تعرف ان الشوكولاتة مش الاكل الوحيد اللي ممكن يكون سم للقطط. في اكلات تانية خطيرة زي البصل والثوم والعنب والزبيب والكافيين وبعض الاطعمة البشرية التانية. عشان كده الافضل دايما ان القطة تاكل اكل مخصص ليه. في النهاية تسمم القطط بالشوكولاتة ممكن يكون خطر كبير، لكن الخبر الكويس انك تقدر تمنعه بسهولة جدا بمجرد انك تبعد الشوكولاتة عن قطتك. ولو حصل ان القطة اكلت شوكولاتة، التصرف السريع ممكن ينقذ حياتها. ولو عندك قطة في البيت، حاول دايما تبقى واعي بالاكل اللي حواليها، لان حاجات بسيطة جدا بالنسبة لنا ممكن تكون خطيرة جدا بالنسبة لها. ولو استفدت من المعلومات دي، شارك الفيديو مع اي حد عنده قطط عشان الكل يبقى عارف المعلومة دي ويحمي حيواناته.